اخواتي اليو ديانج جاي له عرض من السعوديه، ويعني كذا نادي كده، كذا نادي في السعوديه عامه، ب 2 مليون و2 مليون ونص و3 مليون دولار. والاهلي لغايه دلوقتي اقصى عرض عرضه على اللاعب هو مليون ونص دولار. طبعا اليو ديانج مستغرب، ما انا جاي لي عروض قويه من بره، ليه ادني معاكم؟ تعال اقول لك ليه. اول حاجه، اليو ديانج قعدوا معايا مسؤولين النادي الاهلي وبالذات كابتن سيد عبد الحفيظ، لان ياسر روب مش حاطط اليو ديانج اختيار، لا ده حاطه اجبار، انا عايزه معايا، مفيش حل تاني، يعني ما ينفعش يمشي، انا حاطه طلب اول، انت فاهمني؟ فمش هينفع يمشي. فكابتن سيد عبد الحفيظ قال له حاجه حلوه، ده اسلوب في الاقناع، اسلوب عالي قوي او حيله عاليه قوي، اللي هي ازاي؟ قال له بص، انت السنه الاولى هتقعد معانا وهتاخد مليون ونص دولار، والسنه الثانيه هطلعك اعاره. طبعا انت بتقول اللي جاي لك عروض من بره قويه قوي، فانت ممكن يجي لك 2.5 مليون دولار في سنه الاعاره، وغير الفلوس اللي هتجيلنا احنا فيك في الاعاره، اللي هي ممكن توصل ل 600 700 800 الف دولار، برضو مش عايزينهم، وخدهم انت بالاضافه للفلوس اللي انت هتاخدها كمرتب في السنه الاعاره اللي انت هتطلعها بره. فانا بالنسبه لي حركه كويسه جدا، حركه كويسه من كابتن سيد عبد الحفيظ، اللي انت مش عايز تمشي اليو ديانج وفي نفس الوقت مش عايز تدفع فلوس كتير. بس تعالى اقول لك على الجانب الفني، انت اليو ديانج ما ينفعش يمشي حاليا، لان ياس اوروبا معتمد عليه اعتماد كلي. فحاليا انت لو مشي اللاعب ده، انت هتضعف خط الوسط بطريقه كبيره، عارف اللي هو الفتره الاخيره او الماتش الاخير ده بالذات ما اداش القوه اللي احنا كنا عايزينها، بس هو بقاله فتره مع ياس اوروبا جامد قوي. فما ينفعش ان انا لاعب زي ده، هو عايز مثلا 2 مليون دولار يا سيدي، اللي انا ابخل عليه في نص مليون دولار، يعني مش منطقي. لاعب انا محتاجه، لاعب بيلعب برجوله، لاعب انا مش هقدر اعوضه تاني، لاعب انا لو بعته او هو مشي هخسر خساره ماديه وخساره للفريق. فلاعب انا عندي اخسر نص مليون دولار، بس ما اخسرش، يعني مش هخسر لاعب زي ده، لاعب قوي، لاعب قادر يديني في الملعب بقوه وبرجوله.